ودي مقتطفات بسيطة قوي من الحاجات اللي انتوا هتشوفوها النهارده، فجاهزين لفيديو النهارده. احنا النهارده داخلين على معركة، فعايزاكي كده تستعدي معايا وتشوفي هنعمل ايه في الفيديو النهارده، عشان انا متأكدة ان شاء الله هيعجبكم. عاملين ايه يا حلوين؟ يا رب يا بنات تكونوا في احسن حال. وحشتوني قوي من الفيديو اللي فات. النهارده فيديو جديد ويوم جديد، والنهارده يا جماعة هنستعد كده ننظف المطبخ. تقريبا انا اخر واحدة هبدأ اعمل تنظيفات رمضان وشغل رمضان. يعني انا مش عارفة، كنت مستنية ولادي ينزلوا المدرسة عشان ابقى فاضية ورايقة عشان اعرف اشتغل، لان طول ما هم قاعدين في البيت انا ما بعرفش اصور اي حاجة خالص. فالمهم هنبدأ بقى نستعد للمطبخ. المطبخ بالنسبة لي أنا بقسمه ممكن يومين ثلاثة على حسب، يعني لما بكون عايزة أعمل تنظيفات عميقة اللي هي مرة واحدة تمام. على عكس مثلا الأيام العادية اللي هو النهاردة مثلا لقيتي حاجة بايظة، حاجة عايزة تتنضف، تعمليها كده وانت شغالة في يومك، أو تبقى واخدة حاجة في يومك كده تعمليها سهلة. لكن في التنظيفات العميقة دي يعني بصوا نحاول كده نشوف الحاجات اللي بقالنا كتير ما عملناهاش، ونقعد كده ننضفها ونجردها ونطلع الحاجات اللي بايظه والحاجات الكويسه نخليها. فهنا يا جماعه انا دي كل المشتريات اللي انا جبتها ونزلتها لكم على القناه التانية بتاعتي، فوريتها كلها. فانا بقى المفروض النهارده عايزه انظمها وارصها في الظرف كلها، وكمان اعمل يعني زي اعاده ترتيب كده للظرف، لان الظرف عندي يعني متكعبله. وطبعا انا عشان عارفه ان انا كلها فتره بسيطه وهبدا تنظيف، فكنت مهمله بصراحه في حته ان انا ارجع وارتب الحاجه في مكانها. خلاص انا عارفه ان انا داخله على منعطف تاريخي كده، وعندنا تنظيفات عميقه، فما كنتش مهتميه قوي بالمطبخ. فعشان كده تحس ان هو متبهدل قوي داخليا اكتر يعني. من بره مش قادره اقول لكم شكل الخشب عامل ازاي، مش باين في التصوير، لكن مبصم ومبقع وعايز يتنضف تنظيفه عميقه. ف ده طقم العشاء اللي جبته في الفيديو اللي فات وريتهولكوا. دي طبعا حصيلة الكراتين اللي فكيتها من الحاجات. هنا بقى دي كلها الحاجات الجديدة اللي انا اشتريتها. طبعا جبت الكوبايات والاطباق والحاجات دي كلها. فجبت فوطة مغسولة ومنظف وعصرها كويس جدا، وبدأت ان انا انضف كده والمع الاطباق والبولات والحاجات اللي هي ايه مش ضامنه ان هي تبقى مش نظيفه فيها تراب كده. هي كل حاجه نظيفه طبعا، بس برضو ايه قلت ادخل الحاجه تبقى كلها على نظافه. فلمعت كل الحاجه اللي كانت على الرخامه دي اللي انا هشيلها، وهبدأ بقى أعمل إعادة تنظيم. ودي كانت بالنسبة لي أصعب مرحلة، اللي هو أنا هرص إيه فين وإزاي، واشوف كل طبق هيجي مقاس الضرفة دي. طب لو كملنا الطقم هينفع ولا لا؟ فانا قلت لا، ده اكتر ضرفة انا بحب ان هي تبقى استخدم الحاجات اللي فيها، عشان دايما كنت هتلاقوني حاطه فيها البورسلين والحاجات اللي انا كنت حطاها. فشلتها وهحطها في المطبقية، وحطيت الطقم الجديد هنا مع الاطباق الكبيرة اللي هي البورسلين، لان دي اطباق كبيرة ولا ينفع تتحط بالعرض ولا مسطحة في اي ضرفة تاني، ولا هتدخل في المطبقية. فخليتها زي ما هي هنا، وبعد كده دخلت على المطبقية عشان اكمل بقى. والاطباق اللي انا شلتها من الضرفه دي احطها هنا وارصها هنا. فطبعا هنا من كل فيلم اغنيه يا جماعه. ليه بقى؟ لان انا عندي الاطقم يعني مش كامله، اللي هي البينك واللي هي لونها على اخضر دي، يعني كلها 3 4 اطباق من كل طقم. فحطيتهم كده، وحطيت الاطباق والكوبايات زي ما انتم شايفين، وابتديت كده ان انا انضفها الاول طبعا، ودعكت كده المطبقيه والمصفى بتاعتها غسلتها، ورجعت رصيت الحاجه تاني مكانها. هبدأ برضو نفس القصة دي. الكوبايات الجديدة اللي أنا جبتها، قلت أخلي الأطقم اللي أنا جبتها اللي هي 6 6 6 دي في المتناول الإيد قريب مني. حاجات بقى اللي هي كوبايتين 3 من كل طقم بدأت إن أنا أحطهم فوق شوية، عشان مش هبقى محتاجاهم قوي. وكذلك برضو الأطقم الكاسات اللي هي برضو مش بستخدمها، لأني برضو زي ما انتم شايفين 3 من كل طقم. حطيتها فوق، حطيت الزياتة، وحطيت كده في الركان السرافيس الصغيرة، والبولات اللي انا مش بستخدمها ركنتها كده على جنب، بحيث ان هي تبقى بعيدة عن ايدي، وفي نفس الوقت ايه انا مش بستخدمها قوي، وعشان افضي مساحة للضرفة التانية. انا كنت اوريكم المج بتاع دومي ده بتاع سبوحة، فمحتفظة بيه طبعا. هنا بقى الضرفة دي اللي فيها المجات وبرده الكوبايات مسكت نضفت. واهم حاجه تنظيف وتغيري المفارش. انا طبعا اوريكم الرول اللي انا جبته فيديو مشتريات رمضان. قصيت طبعا كل الظرف فرش جديده وفرشتها. كانت الضرفه دي بقى عندي اللي هي بتاعه البولات. حاولت كده ان انا اشيل البولات اللي انا مش هستخدمها، واروح حاططها في الجنب في الكورنر. هنا بقى مسكت الضرفة، مسكتها ولمعتها، وبدأت ان انا اعمل اعادة تنظيم وترتيب للبولات والسلاطين كلها. وده كان الشكل النهائي. حطيت الحاجات الاطقم اللي هي الكاملة ال6 قطع تحت في الرف الاولاني والتاني، والحاجات التانية فوق بعيد.
ده طقم اللي هو اسمه إيه، الاركو بايركس دوت. حطاه فوق عشان مش بستخدمه كتير فحطيته بعيد، بس كنت موزعاه. فحطيت البراد فوق الاطباق وعشان اعرف احط زي ما انتم شايفين كده اللي هي الحاجات الازاز دي فوق. شايفين بقى الكوبايات دي كلها لميتها كلها من الضرفه، لاني بقالي كتير جدا تقريبا سنه ما استخدمتهمش من رمضان اللي فات، ولا جيت جنبهم ولا غسلتهم. فرحت لميتهم كلهم، حطيتهم في دوره في الغساله تنظيف سريع كده وجفتهم. قلت عقبال ما اخلص تنظيف المطبخ زي ما انتم شايفين تكون اتغسلت. طبعا نضفت الضرفه ورصيتهم تاني. حطيت طبعا الدورق معاهم عشان خاطر ايه، العصير. دي طبعا الاركان بتاعتي طبعا كان متبهدل قوي. مسكت كل ركن فضيته ونضفته ولمعته وعملت اعاده ترتيب كده وتنسيق للضرفه، ورجعت رصيتهم برضو تاني. وكذلك برضو الضرفه بتاعت البلاستيكات، وحاطه تحت طقم الالومنيوم مش بستخدمه كتير فحطها تحت. وحطيت هنا العلب البايركس والعلب البلاستيك اللي بحط فيها الخضار والحاجه في التلاجة واللانش بوكسات. ويعني لميت كل حاجه زي ما انتم شايفينها كده بترتيب. دي بقى كارثيه، ظرفه كارثيه بتاعت التوابل. كانش عندي توابل فكنت بجيب اكياس كده جاهزه. فطبعا كانوا مبهدلين، وطبعا مش متخيل شكل المفرش كان عامل ازاي. يعني لو ما فيش مفرش كان الظرفه هتبقى انيل من كده بكتير. فطبعا كان لازم ادعكها كويس جدا عشان لو في اي دهون ولا اي زيت مدلوقه تتشال. غسلتها كويس جدا الرفين، وحطيت مفارش. والعلبه دي بقى حلوه عشان بحط فيها الزيت والخل، علبه السمنه. بس ما كنتش حاطه فيها مفرش، فقلت لا انا احط فيها مفرش عشان تحمي اكتر. اي حاجه تديلي اي حاجه تبقى تقع في المفرش نفسه، نحافظ يعني على ايه، الضرفه الاساسيه. تمام. وحطيت هنا الزيت والخل والملح، وحطيت كمان الزياته. انا لسه طبعا ما جبتش اي حاجه لرمضان في خزين البيت، فدي كلها الحاجات اللي موجوده عندي. وكمان في الوقت ده قلت ابص كده ايه التوابل اللي موجوده، كميتها مش كبيره قوي، مش كل التوابل المتاحه عندي. فلميت كده كده الكيس وقفلته، وقلت احط بقيه التوابل اللي موجوده برده في اكياس عشان خاطر ابقى عارفه ايه التوابل اللي انا محتاجاها، عشان لما انزل اروح العطار اجيب كل التوابل اللي انا محتاجاها. بس مش عايزه اجيب التوابل وانا حاسه ان لسه عندي يعني هم ان انا اغسل البرطمانات واسيبها تنشف عشان اعرف احط التوابل كويس، مثلا ما تعملش رطوبه او حاجه. فاول حاجه عملتها تخلصت من التوابل اللي بقالها كتير عندي ومش بستخدمها، او حتى لو بستخدمها بس حاسه ان خلاص الريحه بتاعتها راحت. فضيتها وجبت كيس كده لميت فيه التوابل اللي انا مش عايزاها. وجبت برضو اكياس نضيفه اخلي فيها التوابل اللي هي لسه قريبه جايباها، اللي هي كتير، اللي هي زي ما هي ما حصلهاش حاجه. ومسكت كل كيس كده ويعني قفلته كده وربطته وهشيله. برضو العلب دي كلها بتاعه التوابل محتاجه ان هي تتغسل غسله كويسه. بس طبعا توفيرا للوقت والمجهود، وان احنا نستفاد بالوقت في حاجه تانية، انا فضيتهم زي ما انتم شايفين بس على غسالة الاطباق على طول. يتغسلوا كده غسله عميقه كويس جدا ويتنشفوا عشان تبقى جاهزين. باذن الله اول ما تخلص الدوره هحطهم في الضرفه كده تاني من غير ما افضي فيها توابل. ولما اجيب ان شاء الله التوابل هبقى ارصهم. ده بقى الهوك اللي انا معلقاه على الباب بتاع التوابل، اللي بحط فيه ايه بقى، عيدان الشيش، الاكياس بتاعه الاكل، حطيت فيه كمان اللي هي المفرش بتاعه العجين دوت. عارفين الحاجات اللي هي الصغنطوطه الكتير دي كده، لماهم في بصراحه في العلبه دي لمالي كتير. قلت بقى عارفين الاكياس اللي بنقفل بيها الاطباق، كنت جايبه كيس جديد فده القديم. فقلت بدل ما ارميه حطيت فيه الحاجات اللي هي بتاعت ديما، عارفين الكروت اللي بحطها لها في اللانش بوكس، الالوان اللي هي الطعام اللي بلون لها بيه الاشكال على التوست. حطيتها كده بعيده عن الحاجه عشان ما تتبهدلش، وقفلت الكيس كويس. حطيت ورق الزبده والمفارش بتاعت الاكل اللي انا جبت الرول ده، وعيدان الشيش والاكياس اللي بنقفل بيها الاطباق. فيها كل حاجه زي ما انتم شايفين، مفيش غير هو اللي طويل. فهحطه في العلبه اللي هي او الضرفه يعني اللي هنا بحط فيها الانبوبه، بحط فيها الاكياس بتاعه القمامه، وبحط فيها ورق الستريتش راب الكبير، وبحط فيه ورق الفويل. وحاطه برضو الهوك ابيض كده برضو معلقه في الباب بحط فيه الفوط، مش الفوط اللي هي اللي بنمسك بيها المسكات. بصوا انا بقول لكم المكان هنا ده خلاص ده فاضي، ده هحط فيه البرطمانات لما تتغسل. تمام. وكده الضرفه ما شاء الله ما شاء الله بجد يعني بقت فل. عايزه اقول لكم والله المجهود اللي انا عملته في اليوم ده مش قادره اقول لكم انا رجلي كانت عامله ازاي، لحد ظهري ورجلي وجعاني جدا. قعدت تقريبا في المطبخ ده من الساعه 8 تقريبا لحد الساعه 6 الصبح تقريبا، حاجه كده يعني. ما خدتش بريك غير مرتين.
كل مرة تقريبا ساعة الا ربع حاجة كده، يعني لو بفصل كده شوية اكل حاجة واشرب حاجة وبعدين ارجع اكمل تاني. ففضلت قاعدة قلت والله العظيم مش هسيب ضرفة الا لما اخلصها وانضفها تنظيف عميق، اللي هي انا عايزة الضرف كلها تبقى نظيفة بيرفكت ما فيهاش اي حاجة. فالحمد لله الحمد لله يا ربنا يديم علينا صحتنا وعافيتنا، فانا الحمد لله قدرت ان انا اخلص المطبخ داخليا كله في يوم واحد. هو بصراحة بيبقى هادي كده على الواحد ومجهود، بس طبعا انا عاملة حسابي ان في اليوم اللي انا هعمل فيه المطبخ انا مش هعمل اكل يعني. وفعلا انا خدت المطبخ على يومين، فالحمد لله ربنا يقدرني وان انا خلصته. فربنا يعيننا ويقوينا جميعا يعني. بس هي علقة بتاعة التنظيفات العميقة ديت، هي مرة ولا مرتين في السنة، وبقية السنة بقى احنا بنتدلع كل ما نكون عايزين نعمل حاجة بنعملها في أي وقت براحتنا يعني، ما بنضغطش نفسينا قوي. المهم هنا مسكت طبعا المنظمات دي اللي انا حطاها في الدرج، انا حاطه 4 منظمات فوق بعض في الدرج الواحد يعني، عشان اشيل زي ما انتم شايفين كل الحاجات دي كلها. وطبعا ما حطيتش هنا الطقم الجديد بتاع المعالق والشوك، شنطه المعالق والشوك اللي انا وريتها لكم. اللي شاف الفيديو قالوا لي حلو اللون الابيض مع الجولد، فبصراحه بسطتوني يعني. انا لسه ما عملتوش طلب استرجاع، فقلت لي ان هو هيليق مع طقم العشاء ومع البورسلين الحاجات البيضة اللي انا جايباها، فما رجعوش بلاش اسود في جولد. فانا يا جماعه والله انبسطت بتعليقكم، فانا خلاص يعني انا اعتمدت الموضوع، فمش هعمل له طلب استرجاع ولا حاجه، وهخليه. بس ما رضيتش احطه هنا عشان ما يتجرحش، ما يبصش العيال ما يبهدلوهمش، فقلت هخليه ده في مكان تاني بعيد عن الولاد. انا لما اكون عايزه استخدمه انا اطلعه بعيد عن الدرج. طبعا الدرجين اللي تحت او الرفين اللي تحت دول مليانين الحاجات الرفايع العمليه المهمه لاي واحده فينا، والدرجين اللي فوق حطيت فيهم طبعا المعالق والشوك، السكاكين، السباتيولا، الحاجات اللي هي ايه البسيطه، الشوك والمعالق بتاعتنا صغيرين حطيت برضو فيهم. والدرج التاني ده بتاع الكتاكيت بتوعي اللي بحط فيه الاطباق بتاعتهم، حاجات طبعا نظفتهم وغيرت طبعا المفارش كلها بتاعه الظرف، مهمه جدا يعني. انا بغير المفارش من سنه للسنه بس بجد تحفه تحفه تحفه. وزي ما انتم شايفين كده شكله حلو ومش مؤثر على شكل الدرج ولا لونه ولا اي حاجه، و... وما بيتحركش من مكانه يا جماعه، مش زي المفارش اللي هي بتتحرك او تحس ان هي بتكرمش او بتكشكش او اي حاجه من الكلام ده خالص. بتفرديه بيفضل ثابت، اللون بس هو اللي بيتغير، وطبعا بيستحمل البهدله واي حاجه بتقع، وكمان ما بينزلش حاجه تحتيه، ودي ميزه حلوه قوي. فهنا بقى عملت الدرج بتاع الولاد، نسقته كده ورتبته. ده برضو العلبه اللي بحط فيها الحاجات الصغنطوطه زي ما انتم شايفين، حاجات اللانش بوكس. وخلصت الدرج التاني ده برضو الدرج العميق اللي ما بستغناش عنه، اللي حاطه فيه كل البلاستيكات باحجامها والوانها واشكالها. فضيت برضو الدرج دوت وبدات ان انا انسقهم وارتبهم واحط المربع مع المربع، المدور مع المدور، عارفين انتوا الحاجات دي. الحاجات اللي بحط فيها الرز، القوالب حطيتها مع بعض، كل الحاجات دي رصيتهم كل يعني مجموعه مع بعض تمام. والعلب الصغيرين دول فاكرهم سبت الفاكهه دي كانوا طالعين زمان قوي موضه، فبخليهم بقى الولاد يلعبوا فيهم، يحطوا فيهم اي حاجه هم عايزينهم، ساعات بيحطوا فيها فواكه كده يقعدوا ياكلوا. فانا حاطه فيهم تحت ايه بقى بتاعه الايس كريم، عشان لو هي بره الدرج ده انا مش هلاقيها اصلا، هلاقيها في الزباله، فمخبياهم من الولاد تحت وحطاهم تحت. هنا كنت بقص برضو مفرش رول عشان افرشه في الدرج من تحت. وطبعا انا نسقت ورتبت الحاجه الاول، الحاجه طبعا كلها نظيفه، لو في حاجه انا شايفه ان هي مش نظيفه او متبهدله او فيها بقع او حاجه بشطفها وانا واقفه يعني على طول يعني. فهنا بقى هابدأ أرص الأطباق كلها اللي أنا باستخدمها طبعًا في غسيل الحاجة الخضار والفاكهة، والحمد لله خلصنا من الدرج ده و10 من 10 مش ده امتياز، أنا عايزة امتياز النهارده يا جماعة. بُصّوا بقى الدرج ده ما شاء الله، عايزة أقول لكم مدلوق فيه عسل ومدلوق فيه الspring roll ومدلوق فيه الكيس بتاع اللي هو الصوص اسمه إيه ده الكريم كراميل. يعني العلب المنظمات يعني شكلها مش قادرة أقول لكم عامل إزاي، مقرف بجد. فهاشيل طبعًا العلب دي كلها دي كلها هاشيلها عشان أرميها وأحط مفروشات نضيفة. هنا بقى أنا قُلت هاعمل إيه، قعدت أفكر طب أنا أغسل المنظمات وأرص الحاجات دي تاني، طب ما الحاجة دي أصلًا يعني مش عارفة هاستخدمها إيه وفين وإزاي، وعايزة أحطهم في ضرفة الخزين اللي هي اللي باحط فيها العلب البقوليات.
فالضرفة دي فوق الميكروويف، فأنا لسه ما جبتش حاجة رمضان، فقُلت لأ خلاص أنا هابُص كده عليهم وأجرُدهم وأشوف إيه عندي، إيه مش عندي، متبقي من كل حاجة نُص كيس، نُص كيس رُز، نُص كيس سُكّر، عارفين ما فيش أي حاجة أصلًا. فقُلت أبُص كده وأجرُد، وفي نفس الوقت كيس حلو جنبي بافضّي فيه الزبالة بقى، أنا مش هاقول حاجة تانية غير كده، الحاجات اللي هي مدلوقة ومتفضية وحاجات اللي منتهية الصلاحية برضه رميتها، مش عايزين زي جَرد كده نضيف من الأعماق، وفي نفس الوقت الحركة دي بتخلّينا نساعدنا، فإن إحنا نعرف إيه اللي عندنا وإيه اللي مش عندنا. فأنا قُلت زي ما تقول كده زي ما أنا باقول لكم كده فضّيت الحاجة في الأكياس اللي مش عايزاها هارميها، وحطيت كيسين، واحد فيه الأكياس زي الرز والمكرونة والحاجات دي، والكيس التاني فيه المُعلبات، عشان قُلت أشوف برضه إيه الحاجات اللي عندي واحطهم في كيس، وهاخلّي الكيس في الدرج، أنا مش هاعمل فيه حاجة، بس في نفس الوقت لو غسلت المنظمات وطالما الدرج نضيف، أنا كده يعني 3/4 الموضوع بالنسبة لي خلص، كده أنا تمام وزي الفل أوي. كل اللي أنا هاحتاجه لمّا أجيب الحاجة هافضّي الحاجة في المنظمات أو هارصها في المنظمات وبس، مش هاعمل حاجة تانية أكتر من كده. فبافضّي طبعًا الحاجات اللي ما لهاش لازمة أنا بارميها، الحاجات اللي برضه حاسة إن هي بقى لها كتير مش عايزاها خلاص أنا مش هاستخدمها، فبرضه مدة صلاحيتها منتهية. أكياس الكاتشب برضه ساعات بيبقى عندنا أكياس كاتشب كده ما بناخدش بالنا من تاريخ الصلاحية عشان بيبقى صغنن أوي، برضه نبُص عليه كده وإحنا شغالين. فخلاص أنا كنت نظّمت الشنطتين اللي هاحطهم في الدرج مؤقتًا لحد ما أغسل العلب، وفي نفس الوقت أجيب الحاجة. فرصيت الأول الحاجة في الدرج، وطبعًا فرش منظمات جديدة، هانقعهم حوالي 10 دقايق كده وهاغسلهم، أنا هاشيلهم نضاف، مش هاخلّي حاجة في المطبخ. كان بالنسبة لي بقى الدرج اللي هو بتاع الأجهزة الكهربائية ده، كان مهم جدًا بالنسبة لي إن أنا أنضّفه وألمّعه، لإن العجان ميت، عايز يتنضّف تنضيفة عميقة. فالحاجات دي كلها الإكسسوارات دي اللي هي مع الkitchen machine كلها ما فيهاش أي حاجة، بس اديتها تلميع، فبرضه بالفوطة النضيفة ديّة معصورة ومغسولة فيها منظف، بدأت إن أنا ألمّع بس الحاجة من برّه، وأنا كده متعودة إن أنا لمّا آجي باستخدم حاجة بادّيها شطفة قبل ما أستخدم فيها أي حاجة. فدي عصارة بتاعة الفواكه، وعصيرة البرتقان والكبة، وفي هنا كمان اسمها إيه دي، دي اللي هي الوشوش اللي هي بتاعة الغيار بتاعة الكبة، ودي المفرمة بتاعة اللحمة برضه حطيت الحاجات بتاعتها فيها. كل الحاجات دي كلها بتركب في العجان بتاع كينود، يعني كل الإكسسوارات دي جاية معاه، تمام، ما فيش حاجة مش جاية معاه. ده برضه بس الحاجات اللي هي من برّه هو التورنيدو اللي هو الهاند بلندر ده مش جاي معاه، وكمان اللي هو بتاع النسكافيه اللي هو سُكاني ده لوحده ما لوش علاقة بالكيتشن ماشين. بُصّوا بقى هنا هاشيل العجانة نفسه والعلبة اللي فوق ديّة اللي هي الشفافة، اللي هي بتحمي الحاجة إن هي العجين يطلع والحاجات دي والدقيق. فهابدأ بقى أدعكها، هي مش هينفع تتلمّع، هي عايزة تدعك دعكة حلوة بالصابون كده والمنظف عشان خاطر بالسبونج كده والمنظف عشان خاطر أي حاجة لازقة تتشال، من ورا ومن قدام ومن الجنب كل حاجة، مسكت كل جزء حتة كده ولمّعته، بجد خلّيته بيلمع أوي. طبعًا هنستخدمه بقى يعني طالما بننضّف يا جماعة ننضّف بضمير، نصحّي الضمير كده اللي جوانا ده ونشتغل ونعمل الحاجة على رواقة وعلى مزاج. طبعًا شايفين الجمال والحلاوة، مش قادرة أتكلم، يعني أنتم شايفين بنفسكم المجهود اللي أنا عاملاه. آخر حاجة بالنسبة لي وهي كانت ضرفة تحت الحوض ودي خلّيتها للآخر، دي أنتِ آخر حاجة، آخر حاجة عشان هاشيل المنظفات ومش هاستخدمها تاني النهارده. فضّيتها طبعًا المنظمات كلّها ونقعتهم وهاغسلهم برضه غسلة محترمة وهانشفهم كويس جدًا ونبدأ نرص المنظفات اللي أنا جبتها، ووريتها لكم فيديو المشتريات بتاع المنظفات لوحدها. هابدأ أرصها بقى في العلب بتاعتها على نضافة الحمد لله. في حاجات كتير الحمد لله قدرت إن أنا أجيبها الفترة اللي فاتت واتشالت من عليّا برضه إيه موضوع المشتريات، إن أنا لمّا أنزل إن شاء الله أشتري حاجات رمضان، الياميش، الخزين، رز، المكرونات، الحاجات دي اللي أنتم عارفينها مرّة واحدة، ما ألفش كتير إيه في السوبر ماركت، لأ هي حاجات معيّنة. ودي الأكياس بتاعة غسالة المسحوق وغسالة الأطباق، كنت جايبة 3 أكياس فضيتهم في العلبة مرّة واحدة، وابتديت كده أنظّم. وهنا وحطيت فوق الwipes بتاع الدهون والgloves اللي أنا باستخدمه في التنضيف. وهنا بقى آخر حاجة العلبتين، طبعًا نشفتهم كويس جدًا، حطيت واحدة فيها الفوط مغسولة ونضيفة كنت سايباهم نضاف عشان أرصهم على طول في العلبة، وقفلت كده العلبة على كده وخلصنا منها هي كمان الحمد لله. العلبة التانية دي بقى باحط فيها الإسفنجات بتاعة التنضيف، حطيتهم كده الإسفنجات الجديدة اللي أنا كنت جايباها برضه حطيتها، والسلك الناعم دوّة لسه ما جربتهوش، فمش هاقول لكم رأيي إلا لمّا أجربه وإن شاء الله يطلع حلو.
حطيت برضو كل السبونجات الجديده حطيتها في العلبه، بشيلها من الاكياس وحطيتها في العلبه على طول. والحمد لله كده كنت خلصت المنظمات بالمنظفات بتاعتها ورصيتهم. طبعا تحت الحوض نضفته تنظيفه عميقه بالحيطه بالارضيات بكل حاجه، وفرشت مفارش نظيفه ورصيت زي ما انتم شايفين كده الحاجه في المنظمات بتاعتها. كان فاضل الباسكت بتاع القمامه، قلت اغسله واحطه في الاخر خالص. والحمد لله خلصت كمان من الضرفه دي. وكده يا بنات اكون خلصت معاكم الفيديو وخلصت التنظيف العميق للظرف من جوه. مستنيه طبعا رايكم، وعايزه تشجيع جامد قوي 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 ليا. واشوفكم على خير فيديو جديد، واستنوا الفيديوهات الجايه ان شاء الله هنا والقناه التانية. باي باي.